عملت مصيبه ومش عارفه هتسامحوني عليها ولا لا، بس خلاص انا هعترف، انا عملت ايه علشان بصوا هعترف. قررت ان انا مش هنزل بازارات تاني خلاص، يعني انا مش هنزل بازارات، بس انا هوفر ثمن البازارات والبارتيشنز بان انا اعمل لكم اوفر على كل حاجات كويندم. يعني بدل ما انا هدفع في البارتيشن انا هديكم خصومات، وكمان تقدروا تيجوا مقر الشركه بنفسكم تشوفوا الكواليتي بتاعت كل حاجه في البرودكت، وتختاروا اللون والنقشه اللي انتوا عايزينها. ما تيجوا اعرفكم على كل البرودكتس بتاعت كويندم. دول بقى جوانب السرير اللي لا غنى عنهم ابدا، علشان لو عايزه تجيبي سرير خشب انت كده عملتي كل اللي انت عايزاه للبيبي. بصوا الفايبر، بصوا طيارات ايه اسمه ايه يعني، طريه بصوا الكواليتي، بصوا التقفيل، وتعالوا بنفسكم عينوا التقفيل. الحمل، مخده الحمل عندنا منها نوعين. النوع الثاني فاكرين النوع الاولاني كنت عامله لكم فيديوهات عنه كتير وهو للاسف مش متوفر دلوقتي، بس ده النوع الثاني اللي هو داير ميدود، وده اكبر واطول. تمام. بصوا الخامه، الفايبر محمل ازاي، سرير السبوع وفي نفس الوقت بيبي نست. شكل هو كمان حاجه مطوله معاكي، يعني تقدري تنزلي بيها السبوع وانتي حاسه بالفخر، يعني حاجه شكلها حلو قوي، وفي نفس الوقت هي يوسفل مش تستخدميها مره واحده، يعني ثمنها فيها بصراحه، ومعاها الناموسيه بتاعتها ومعاها الملايه ومعاها المخده ومعاها لعب كتير قوي. انا كنت وريتها لكم قبل كده اهو. بصوا التقفيل جماعه، كل الحاجات دي محشيه فايبر اللي هو الناعم قوي المقارب لريش النعام. ودي بقى الايزي تيبل اللي لا غنى عنها، سواء انت مامي او بتدرسي او ست كبيره في السن او راجل كبير في السن او شاب بيشتغل. يعني هي مش بس ليها استخدام في الرضاعه، كمان هي ليها استخدام في انكم تشتغلوا عليها وقت طويل قوي، ممكن تغيروا عليها للبيبي، ممكن تاكلوا عليها، ممكن تطبخوا عليها، ممكن تعملوا حاجات كتير قوي للبيبي. الخامه دي قطن، ولكن اللي تحتيها ووتر بروف، خامه يعني مش قادره اقول لكم عامله ازاي، يعني بمنتهى السهوله. لغوصوا وليطوا، فكوا السوست، اغسلوا، رجعوا لبسوا تاني وهتنبسطوا كله. مخدة الرضاعه عندنا فهي ليها كذا شكل وكذا ارتفاع وكذا حجم وكذا لون وكذا شكل. ده شكل مثلا النورمال، وده شكل الميني. تيجوا مع بعض نشوف حجم الجامبو اهو، وده حجم الجامبو. ده حجم من الاحجام النورمال المربعه، وده حجم السوبر جامبو المدور. بصوا الله شكلهم حلو قوي. ودول بقى البلوم باك اللي هي تحطي فيها كل حاجه البيبي، اورجنايزر بس تريكو متبطنه من جوه. شكلها حلو ازاي، شكلها على الكومود، على السراحه، شكلها يونيك قوي يا جماعه، شكلها بوتي والله. بصوا بقى البيبي نست ده، بصوا حلاوته، بصوا ارتفاعه عامل ازاي من الجناب ولا الايد بتاعته. بصوا تقدروا تحطوا البيبي كده راسه تبقى هنا وتمشوا بيه في اي حته، يعني البيبي بتاعك لو نايم في اي مكان حضرتك تنقلي بيه، مش محتاجه تشيليه ومش محتاجه تبقي محتاسه في حاجات كتير اهو. الحجم ده بيكفي لحد 4 سنين. وبصوا الاحجام التانيه عامله ازاي، يلا بينا. ده الحجم الصغنن خالص الميني، وده الحجم النورمال المربع، وده حجم النورمال المدور، وده حجم اللي هو بيكفي لحد 3 سنين برضو مربع. كل ده بيجي معاهم مخدات وملايه، وده برضو مدور. وبصوا ده كمان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاحجام دي كلها موجوده متوفره عندنا في الفرع بتاع سموحه. الحجم المدور وده الحجم المربع، الاثنين نفس الطول بيكفوا لحد 4 سنين، والاثنين بايدين، اختلاف الوحيد الشكل. وده كمان بيتلم من هنا من الحبل اللي في النص بيلم الجوانب، وممكن تعملوه مرتبه كده وممكن تقفلوه بجناب زي كده. الاثنين متوفرين عندنا، وكل ده موجود في فرع سموحه. البرودكتس الجديده، البيبي بينام هنا في النص علشان يبقى حاسس طول الوقت ان نفسه مردود، فيحس ان انت جنبه من غير ما تبقي جنبه. يعني بصي دلعيني، البيبي بينام رقبته هنا، راسه هنا او هنا، وبيبقى ده حواليه، وبيبقى شكله كيوت قوي، وفي نفس الوقت يعني محمي لا شمال ولا يمين ممكن يقع. البرودكتس دي كلها موجوده عندنا في فرع سموحه. ادخلوا في الكومنتس، انا تعبت تعبت والله، اسالوا
المكان فين بالظبط، واسالوا على رقم التليفون عشان نسيبه لكم في الكومنتس تحت.